السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ امور هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنقدم لكم غريبه معلكه ديال السميده والكوك. الناس اللي ما كتنجحش ليهم لاول مره غتجربوها غتنجح معكم 100%. تابعوا غير الخطوات والطريقه وان شاء الله غتنجح معكم. كتجي زوينه معلكه وهشيشه كتذوب في الفم. باش ما نطولش عليكم الفيديو، اذا كنت اول مره غتشاهدوا هذه القناه ما تنساونيش بجيم وبارطاج، وكذلك تخليو لي واحد الابوني باش دائما توصلوا بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش تكون فائده على الجميع. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير اللي عندي هنايا، عندي ربعة ديال الكوك، ما يعادل جوج لايف ديال الكوك. بالنسبه لبنات الكوك من الاحسن واهم حاجه في هذه الوصفه هي الكوك يكون داك الكوك البلدي، ماشي الرومي. الرومي راه تيكون ناشف، كتاخذوا النوعيه الجيده، كيكون زايد شويه في الثمن، ولكن راه كيكون باش كتعرفوا واش مزيان ولا ما مزيانش. يعني كتوركوا عليه بيديكم. شفتوا معايا كيخرج داك الزيت ديالو، هذاك هو يعني الكوك البلدي. كتاخذوا رابعه ما يعادل جوج لايف حيت كيكون خفيف، داكشي علاش كيخرج لنا كميه كثيره. عندي نازله في هذه السميده رقيقه كي كتشوفوا معايا. عندي نص كاس ديال كريم باتيسير كيجي زوين في هذه الوصفه. عندي كاس ديال الزيت، كاس ونصف من السكر حبيبات. عندي هنا 3 ديال البيضات، قشره ديال حامضه محكوكه، قبصه ديال الملح. عندي 2 المعالق كبار عامرين ديال المربى ديال المشمش اولا ديال الليمون. انا هنا استعملت ديال الليمون باش كتعطينا واحد المذاق زوين. عندي كيس من خميره الحلويات. الا ما عندكمش قشره الحامض يمكن لكم تعوضوها بداك لاغوم ديال الحامض. بالنسبه للطريقه البنات، كناخذوا واحد القصريه اولا قصعه اولا كل واحد كيسميها. كنوضعوا دوك 3 ديال البيضات، من بعد غادي نزيد ليهم قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيفو داك الكأس ونصف من السكر حبيبات. هاد القياس ديال الكأس ونصف كتجي الحلاوه في القياس. كاين اللي كيدير 2 كيسان، ولكن الصراحه البنات كاس ونص كافي، ان مازال كتفنن في السكر. كاس ونص راه كافي. صافي غادي نبدا نخلط البيض وديك قبيصه د الملحه وداك السكر. غنبقى نخلطو مزيان حتى غادي ينسجم مع بعضياتو، وغادي تخدم لينا داك البيض مع السكر حتى كيذوب. يعني داك السكر كيذوب، ما كنبقاوش نحسو بدوك الحبيبات ديالو. يعني كندوزو بين يدينا كنحسو به رطب، يعني واحد الملمس رطب. من بعد كنضيف داك الكأس ديال الزيت، ودوك 2 معالق كبار ديال الكونفيتور. انا هنا استعملت كي قلت لكم مربى ديال البرتقال، يمكن لكم تستعملوا ديال المشمش. انا ديال البرتقال صراحه الله يجي فيه واحد المذاق روعه. كنضيفوا ديك القشره ديال الحامضه. الا ما بغيتوش ديروها ولا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوه بلاغوم ديال الحامض، ولكن هاد المشماش اولا المربى ديال المشمش اولا ديال الليمون اللي عندكم ضروري 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 البنات ديروا معلقه حتى 2 معالق. انا درت 2 معالق، كيعطيها واحد التعليكه خطيره. كنبقاو نستمروا هكا في التحريك حتى كينسجموا عندنا المكونات مع بعضياتها. هنا كنضيف داك نص كاس ديال الكريم باتيسير. الدور ديال هاد الكريم باتيسير البنات كيعطيها واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت كيعطيها واحد الكولور كيكون صفر، لان كنعرفوا الكريم باتيسير هو في الاصل صفر. يعني ملي كنخلطوه كيعطينا داك اللون الاصفر ديالو. فكيشوفوا معايا كي كيجي اللون ديالها
كتجي شي حاجه اللي واعره صراحه. الله البنات جربوها بالكريم باتيسير وغتعجبكم. يعني انا كنت كنديرها بلا كريم باتيسير ما كانش كيجي فيها داك اللون اللي درت فيها الكريم باتيسير، عطاتني واحد اللون روعه مع ديك القشره ديال الحامض، وخاصه لما درتو مثلا واحد شويه لاغوم ديال الحامض حتى هي كتعطيها واحد المذاق زوين وواحد الكولور كيكون يا سلام. صافي هنا البنات كنبقى نضيف الزلافه الاولى د الكوك وكنزيد نخلط، يعني عاود ندير الزلافه الثانيه ونخلط حتى غادي نكمل دوك جوج زلايف ديال الكوك اللي عندي. بالنسبه للكوك راه كنديروه كامل. من بعد كنضيف داك الكيس ديال الخميره الحلويات ما يعادل 8 غرامات وكنخلط الخليط حتى كتنسجم عندي العناصر. من بعد كناخذ ديك الزلافه ديال السميده. هاد السميده البنات راه هي 250 غرام ديال السميده الرقيقه ماشي الغليظه، يعني السميده ديال الحرشه اللي كنديروا بها الحرشه وكنديروا بها البغرير، يعني السميده الرقيقه. كنبقاو نضيفوا ديك الرابعه او ديك الزلافه كتعطينا رابعه كتعطينا زلافه، كنبقاو نضيفوها بشويه بشويه حتى كتنسجم عندي مزيان مع داك الخليط. ما نضيفوهاش دقه واحده، كنبقاو نضيفوها شويه بشويه حتى كنكمل ديك الزلافه ديال السميده اللي عندي. صافي هنا غادي نضيف داكشي اللي بقى وغادي نخلط جيدا حتى غادي نتحصل على واحد العجينه اللي كتكون كتلتصق باليد. بالنسبه للعجينه البنات واخا تشوفوها خفيفه السميده راه كتشرب الكوك كيشرب، يعني ما تشوفوهاش هكا وتقولوا مثلا نزيدوا شويه ديال السميده ولا هذا. يعني تشوفوا المقادير تبعوا داكشي بالتطبيق، يعني طبقوه كيف ما هو وان شاء الله غتنجح معكم 100% او مليون بالمئة. غير تبعوا الطريقه. صافي البنات كي كتشوفوا معايا راه هكا تلتصق باليد. كندير واحد شويه ديال الزيت في هذا كندوزها ما بين يديا باش كتسهل عليا ملي كنكون كنكور الحلوه ديالي او الغريبه، يعني ما كتلتصقش ليا باليد ديالي، يعني ملي كندهنو يدينا بالزيت ما كتلتصقش معانا. صافي كنبدا ندير واحد الكويرات اللي كيكونوا صغيرين، يعني الحجم ديال حبه، يعني صغير من حبه المشمش بحال هكا. صافي غادي نستمر في هكا نعمل كويرات حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. حنايا ما غاديش نكملوا الكميه كامله، يعني كنبداو نديروا واحد شويه هكا كنبقاو نفندوا في السكر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. بالنسبه للسكر البنات يكون سبيسيال، السكر سبيسيال. الا ما عندكمش البنات السكر سبيسيال كتاخذوا مثلا كاس ديال السكر، سكر عادي سكر كلاصي، كتضيفوا له نص كاس ديال النشا. صافي البنات كاس ديال السكر في نص كاس ديال النشا. الا ما عندكمش سكر سبيسيال، ان داك السكر سبيسيال شنو هو راه تيكونوا ضايفين له غير النشا، داكشي اش كيبقى ثابت لينا على الحلوه ديالنا. صافي البنات كتبقاو تشدوا دوك الكويرات كتفندوهم مزيان باش كيشد عليهم داك السكر وكتوضعوهم في اللاطه ديالكم، يعني كتحاولوا تغلفوهم مزيان بداك السكر باش كيبقى ثابت. صافي ما توركوش عليهم، كتخليهم كتاخذوا لهم واحد داك الشكل اللي كيكون دائري، يعني تضغطوا عليهم غير واحد شويه هكا من الفوق، غير شويه لا غير. صافي كتوضعوهم في اللاطه ديالكم، كتشعلوا الفران. بالنسبه للفران البنات كيكون سخون، يعني كتسخنوه مزيان. صافي وكندخلوا اللاطه ديالنا كنديروها يعني كطيب من الفوق، يعني ما كنديروهاش من التحت بحال الشكل الغريبه البهله، كنديروها من الفوق حتى كتشقق لينا. بالنسبه للفرن تيكون ساخن، ملي كندخلوا الغريبه ديالنا كنقصوا ليه، يعني ما كنخليوش مجد باش ما تحرقش لينا. راه البنات ما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت، ما تغفلوش عليها، راه كتاخذ منكم واحد 5 حتى 6 دقائق هكا حتى 7 كاع دقائق في الفوق. من بعد كتهبطوها للاسفل حتى كطيب هي واحد، يعني مهم المجموع كامل واحد 10 حتى 11 دقيقه هكا، ما تفوتوهاش باش ما تقصحش لكم وكدوم معكم مده طويله كتبقى رطبه، يعني ما كتجيش قاصحه.
صافي هانتوما كتشوفوا معايا هنايا دايرها من الفوق. هانتوما تبارك الله ما شاء الله. شوفوا البنات التصوير والله ما كيعطي حق ديال يعني الحقيقه، يعني راه جات زوينه ومشقه اكثر من هذا الشيء اللي كيبان لكم في التصوير. راه التصوير ما تيعطيش يعني الحق ديالها. هانتوما البنات صافي هانا من بعد هبطتها لتحت حتى تحمرات ليا شويه من التحت. صافي كتحمرش بزاف، كتخليوها شويه باش كتبقى لكم مرطبه وكتجي معلكه. كيبقى دا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. كتشوفوا معايا كتجي زوينه بزاف وكتذوب في الفم، كتذوب في الفم زوينه، يعني شي حاجه اللي يعني تحميره الوجه، يعني كديروها براسكم مرفوع. هانتوما كي كتشوفوا معايا من الداخل كتجي رطبه هشيشه كتذوب في الفم. هانتوما كنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو وتجربوها وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعمل فائده على الجميع. ولي كنتو اول مره تشاهدوا القناه ما تنساونيش بواحد الابوني، واحد الجيم، واحد الكومونتير يكون زوين. كنقول لكم شكرا لكم على يعني المشاهده، ودمتم في رعايه الله والى اللقاء.